السلام عليكم. ما جالكش كلية طب، ما جبتش المجموع ومش عارف تعمل ايه؟ الفيديو ده ليك. انا ندى الجرحي، مدرس مساعد في كلية الطب، وفي الفيديو ده هكلمكم انه ايه الحلول البديلة لكلية الطب لو انت كان ده حلم حياتك وان انت كان نفسك تدخل الكلية بس للاسف مجموعك ما جابش الكلية، فبالتالي بقيت دلوقتي في مأزق مش عارف تتصرف. اول حاجة، كن متأكد ان ده اختيار ربنا ليك، كن متيقن ان ده احسن حاجة ليك. انا ما دخلتش كليه طب من اول ما اتخرجت من الثانويه العامه. انا كنت شهاده معادله، كنت IG، وقعدت سنه في البيت لان كان ساعتها مجموعي مش جايب كليه طب. وبعد ما رفعنا قضيه وحكايه كده، بحط لكم لينك الفيديو بتاع الحكايه دي، جات لي كليه الطب بعدها بسنه. ان ربنا اختار لي الخير في كده. ليه بقى؟ لانه انا لو انا كنت دخلت على طول بعد ما اتخرجت من IG كنتش هدخل طب، كنت هدخل يمكن صيدله في اسيوط او في المنيا. ما كنتش هعرف ادخل يعني في حته في القاهره او في المدن اللي جنبها، يعني ما كنتش هدخل طب اصلا، لولا ان السنه دي اتاخرت عليا. فالحمد لله دخلت كليه طب. فدي اول حاجه، كن متيقن ان ربنا بيختار لك الاحسن ليك، حتى ولو يبدو ليك دلوقتي بمنظورك السطحي ان ده مش احسن حاجه، ولكن لا، هو دي احسن حاجه ليك. نيجي بقى للحلول. اول حاجه، تدخل كليه طب خاص. طيب انا ما عنديش مشكله، بالعكس كليه الطب الخاصه اصلا الاستاف اللي فيها هم اللي في الحكومه هم اللي بيروحوا بيدوا في الخاصه. المستشفيات كويسه، فيها امكانيات وكل حاجه، ولكن فلوسها كتير. لو عندك الامكانيه الماديه ومش فارق معاك الفلوس، خلاص خش خاص. ولكن لو الفلوس فارقه، لو في امل ان انت ترجع الفلوس دي، صراحه هيبقى صعب شويه. ليه؟ لان مصاريف كليه الطب الاهليه 115,000 في السنه. مصاريف كلية الطب الخاصة تبدأ من 125,000 في السنة. يعني في 5 سنين دراسية مش هتدفع أقل من 600,000 جنيه مصري. بعد التخرج هتعرف تجيب 600,000 جنيه مصري دول؟ بصراحة هيبقى صعب. فبالتالي انت تعمل حسابك ان انت هتدرس الطب لأجل دراسة الطب، مش لأجل الفلوس، لأجل ده شغفك وده حلم حياتك فده أول حاجة. طبعا في حل تاني ان انت تسافر بره تدرس الطب بره، بس دي برضو مصاريف تانية، وما زال الطب الخاص في مصر ارخص من السفر بره. فده حلول موجوده، بس محتاج ان يبقى فيه دعم مادي من الاسره. يبقى ده اول حل. تاني حل، ان انت تدخل كليات طبيه ولكن مش طب بشري. مالها؟ صيدله جميله، اسنان جميله، علاج طبيعي جميله، تمريض جميله جدا، علوم حلوه خالص. خش الكليات دي. كل الكليات دي يمكن ما عدا العلوم بياخدوا اجزاء كتير من الطب البشري، علوم كتير من الطب البشري، وعلوم متفرعه بتخدم على الطب البشري. بالعكس احنا بنستعين بالصيادله في انتاج الدواء، بنستعين بالعلاج الطبيعي وقت العلاج الطبيعي. في طب في تخصص اسمه روماتيزم وتاهيل وعلاج طبيعي، ولكن في كليه بحالها قائمه اسمها علاج طبيعي. التمريض، ان الدكتور ما يعرفش يشتغل من غير تمريض شاطر. فبالتالي كل الكليات دي حلوه جدا، ميزاتها اقصر بكتير من كليه الطب، ميزاتها تقدر تشتغل على طول ان شاء الله، ميزاتها بتتعامل مع عيان. مجال الدراسه مش بعيد خالص عن الطب. الطب نفسه فيه تخصصات بترجع تاني كانك دخلت صيدله او علوم او يعني في تخصص مثلا في الطب اسمه فارماكولوجي، اللي هو علوم الدواء. فكل التخصصات دي مترابطه ببعض. ثالث حل، وهو ان انت تخش كلية صيدلة، وبعدين في سنة تالتة أو في سنة تانية لو جبت تقدير كويس امتياز تقدر تحول لكلية طب. وده بالفعل موجود، وتقدر تسأل عليه في شؤون الطلاب هنا وهنا، يعني في الجامعة هنا وفي الجامعة هنا. رابع حل، ان انت لو عارف ان انت حليت كويس في الامتحانات بتاعتك، ارفع قضية وخد حقك. معلش هتتأخر شوية بس هتاخد حقك. خامس حل، وانا شايفه ان ده حل مش منطقي، انك تعيد ثانويه عامه 3 سنين على بعض، لان هو مش مسموح انك تعيد اخر سنه بس، 3 سنين على بعض عشان خاطر تعرف تجيب التقدير. شايفه ان ده حل مش منطقي. تكون انت خلصت كليه اصلا، ما تعملش كده، بس يعني لنفسه قوي يعني. واخيرا، راجع افكارك وراجع قراراتك. انت منين عرفت ان طب هي حلم حياتك؟ هل انت شفت بقيه الكليات؟ هل قعدت مع دكتور بشري؟ هل قعدت مع صيدلي؟ هل قعدت مع دكتور اسنان؟ هل قعدت مع مهندس؟ هل قعدت مع خريج تجارة؟ هل قعدت مع اي حد من الناس التانية وعرفت ان دول مش مناسبينك وان الطب هي حلم حياتك؟ عرفت ازاي انها حلم حياتك؟ افرض ان ده كان حاجة مدسوسة جوه مخك ومش هي دي الحقيقة.
عرفت منين ان انت كنت مختار الطب بقرار واعي ومحسوب وليس قرار عشوائي يعني كده بالعاطفة هي اللي جربت؟ الحياة ما بتمشيش بالعاطفة وما بتمشيش بالأحلام الوردية اللي احنا عارفينها. الطب مشوار وتقيل وفي بدايل كتير، وما هواش يعني آخر الدنيا. بالعكس، زي ما قلت لك، الناس المبهرة في مصر إذا كان أسامة الباز أو مثلا زويل، دول ما كانوش خريجين كليات طب، كانوا خريجين كليات علوم أو كليات هندسة أو أيا كان. فاهمني؟ انت المكان اللي انت هتروحه ايا كان هو ايه، نرجع ونقول ده اختيار ربنا ليك. كن احسن نسخة في هذا المكان، كن احسن نسخة لنفسك، كن احسن نسخة لدينك، كن احسن نسخة للامة. طلع احسن ما فيك وقدم احسن ما فيك وتفوق ليك وللامة ولمصر وللكلية بتاعتك، واشتغل على نفسك عشان خاطر تبقى احسن حاجة. هتبقى احسن حاجة في اي مكان ربنا اختار ان انت تبقى فيه. بس فاقبل بالامر الواقع، حاول اسعى في الحلول. نجحت كان بها، ما نجحتش يبقى نتعامل على ان ده مكاننا ونقدم احسن نسخة من نفسنا بس. والف مبروك طبعا ايا كان المكان اللي انت هتروح، الف مبروك، برافو عليك. واشوفكم الفيديو الجاي.